في شتاء سنة 2014 في قرية صغيرة في بولندا خرج طفل اسمه آدم كوليش عمره 2 من البيت في عز الليل من غير ما حد ياخد باله. درجة الحرارة كانت تحت الصفر بيد 7 ديجري سيلسيوس، وكان لابس بس بيجامة خفيفة. فضل ماشي على التلج حوالي 3 ساعات، ولما لاحظوا إنه مش في البيت كانت الساعة 3 الفجر. الشرطة طلعت فوراً تدور عليه، ولقوه بعد الفجر بشوية مرمي على الأرض، وشه أزرق ونبضه صفر وجسمه متجمد تماماً. الدكاترة في المستشفى قالوا إنه مات من البرد، لكن بدافع الأمل قرروا يحطوه في جهاز تدفئة تدريجي بيرفع درجة حرارة الجسم ببطء علشان ما يحصلش صدمة حرارية. الطفل كان ميتاً سريرياً لمدة 2.5 ساعات، القلب ما بيخبطش، التنفس متوقف، والمخ ما فيهوش نشاط. وفجأة وأثناء ما كانوا بيستعدوا يعلنوا الوفاة رسمياً، الجهاز رصد نبضة ضعيفة جداً. الكل اتجمد مكانه. ابتدوا الإنعاش مرة تانية، وبعد حوالي 15 دقيقة القلب رجع يشتغل فعلاً. بعد 3 أيام في العناية المركزة، الطفل آدم فتح عينيه ونادى على أمه من غير أي ضرر دماغي ولا أي أثر سلبي. الأطباء وصفوا اللي حصل إنه معجزة علمية غير قابلة للتفسير، لأن الجسم عادة بيموت نهائياً لما توصل حرارته لأقل من 20 درجة. ومن بعدها أطلقت بولندا برنامج خاص اسمه مش هنستسلم للموت البارد، بيحاولوا فيه إنقاذ أي حالة تجمد بنفس الطريقة اللي أنقذت آدم.